اليوم كان لقاء تواصلي اللي عقدته الشبيبه التجمعيه بأكادير، اللي كان لقاء رمضاني متميز برئاسه الاخ الحسن السعدي رئيس الفيدرالي الوطني للشبيبه التجمعيه، وبحضور كذلك الوزير السابق الاخ مامون بوهدود، وحضور كذلك مجموعه من منتخبون الشباب. كان هذا اللقاء اللي حضروا له قيادات التجمعيه بأكادير من مختلف القطاعات ومختلف المشاريب، لا الأكاديمية ولا المهنية ولا الجمعوية، وكان الغرض هو تجديد اللقاء بالشباب ديالنا كما جرت العادة، وكذلك من أجل تقاسم بعض قصص النجاح لشباب هذا الحزب هذا على المستوى، لا على المستوى الوطني ولا على المستوى أكادير، خاصة من أجل إبراز الدور اللي كيقوم به الحزب فيما يخص فتح مجال للشباب وإسناد مسؤوليات لهؤلاء الشباب بناء على الكفاءات والمؤهلات اللي كيتوفروا عليها. دونك كان واحد النقاش اللي مهم بين هذه القيادات الشابه وبين القيادات التجمعيه اللي كتولى مهام تدبيريه اليوم، وكان كذلك فرصه لمناقشات ولا لبسط مجموعه ديال البرامج اللي كتشرف عليها الشبيبه التجمعيه بأكادير، خاصه برنامج التحدي الهاكاثون اللي كيجمع الشباب ديال أكادير من اجل الاجابه بطرق ابداعيه وابتكاريه على الاشكالات المرتبطه بتحسين الخدمات العموميه، وكذلك برنامج مبادره المواطنه اللي غيخرج الحيز الوجود في الاسابيع القريبه المقبله، اللي الغرض ديالو هو اشراك الشباب في الاوراش التطوعيه خاصه على مستوى الاحياء، بالاضافه الى البرامج اللي غادي تكون فيها لقاءات مع قصص ديال النجاح مع مسؤولين ترابيين ومسؤول عموميين ومقاولين شباب من اجل تحفيز الشباب ديالنا الاشتغال، خاصه في ظل الفرص اللي كتتيح بلادنا للشباب والتدهورات اللي كاينه في مبرمجه في السنوات القليله المقبله ان شاء الله. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.